يقول لك ذول اثنين أغبياء قاعدين بالصف. واحد قال لصديقه: عود ليش الدول الأجنبية صعدوا للقمر وعدهم مركبات فضائية وإحنا لا؟ شنو قابل أحسن من عدنا؟ صديقه قال له: يا معود ذولا متطورين بالعلم. رد علي صاحبه وقال له: إحنا هم أهل العلم وأهل الحضارات، خلي أنا وياك نصنع مركبة من كبار ونروح بيها للشمس. صديقه ضحك علي وقال له: أنت أثول، إحنا قاعدين بالصف والشمس حارقتنا، نوب تريد تودينا إلها شو نصير هريسة؟ فصاحبه الغبي رد علي وقال له: ولك ايش عبالك أنا أثول مثلك غير مخطط للموضوع من زمان، نصعد لها بالليل. أهلا وسهلا شباب وبنات، شلونكم شخباركم؟ طبعا الجو حار كلش والوطنية ماكو، قلت أحسن ما قاعد وكل شي ما جاي أسوي، فنزلت ستور على انستا وقلت للمتابعين كتبوا لي نكات مضحكة انشرها على اليوتيوب، وخلي نسمع أنا وياكم شنو دزول المتابعين من نكات سخيفة وأصلا ما تضحك، بس احنا راح نضحك عليها لأن الجو كلش حار. فسوي لايك وانت تشاهد المقطع، وبدون ما أطول عليكم نكمل الحلقة. يقول لك اكو طالب متأثر هواي بفنون الرد، وعود هو شخصيته قوية وما يتحاكى، فطلع راسب بالمدرسة، فأبوه لزمه وخبزه براجديين فر وجهه فر. الولد ابتسم بوجه أبوه، فأبوه استغرب وقال له: ليش تضحك؟ الولد قال لأبوه: لأن أحد العلماء يقول المهزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر فرحة الانتصار، لذلك أنا ابتسمت بوجهك على مود ما تحس أنت منتصر علي. يقول لك أبوه جايب النعال وكاتله مرة ثانية مخليه يبكي مثل الوحدة كاتلها رجلها. واحد يقول: بيوم من الأيام دخلت للصف، لقيت واحد من الطلاب واقف يشرح على السبورة. قلت له: يا معود خوفتني، عبالي مدرس العربي ذاك كان ثور يجي من الصف.